السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكل أمراضي الحلوين اللي شرفوني ونوروني. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف حلو مع بعض برقاقتين بس وشوية لبن. أحلى حاجة إن احنا بنقدر نبتكر من أي حاجة بسيطة موجودة عندنا في البيت حاجة حلوة. بص يا بنات، عندك بقى رقاق مكسر اشتغلي بيه لان احنا كده كده هنفتفته. عندك رقاق سليم زي ما كان عندي كده برضو اشتغلي بيه. طبعا الكمية هترجع ليكي انتي، يعني عندك رقاقتين هتقدري تعملي، عندك 4 5 هتقدري برضو تعملي. بصي يا قمر، خطوات سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله بإذن الله النتيجة هتبهرك. هنجيب الرقاق بتاعنا هنكسره. عايزة تكسريه قطع صغيرة جدا تمام، عايزة تكبريه عادي جدا، قشطة، كل شغال. اهم حاجة النتيجة في الاخر. انا كسرت كل الكمية اللي معايا، عملت الطاجن الكبير دوت و4 طواجن صغيرين. هنزل عليهم بمعلقتين كبار سمنة واخدهم على النار على البوتاجاز وهشوحهم لحد ما يدوني لون كده حلو. ما تغمقوهوش عن كده عشان ما يبانش في الطعم. قسمتهم بقى في البولات الصغيرة ديت وفي الطاجن الكبير دوت. هنعمل ايه مع بعض يا بنات؟ النهاردة هنعمل طاجن ام علي، حاجة كده لذيذة وجميلة وحلوة بجد وطعمها اختلف تماما بالرقاق. خلاص كده يا بنات، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كده واحنا شغالين. هتجيبي بقى اي مكسرات عندك، دي من المكسرات اللي كانت فايضة عندي من رمضان، عبارة عن جوز هند وزبيب بس، ما كانش فيهم اي حاجة تاني، والزبيب شوية صغيرة كمان، بس انا بمشي نفسي بالموجود. والكمية برضو بتحطي على حسب ما انتوا بتحبوا، يعني احنا بنحب جوز الهند فعادي تمام كنت بضيف كميات منه. فطبعا انت لو مش بتحبيه او ولادك مش بيحبوه قللي كمية جوز الهند لانها بتبان في الطعم. خلاص كده يا بنات، سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك 10 دقايق. بجد انا بقيت اعشق الوصفات اللي ما بتكملش 10 دقايق كده، وفي الاخر الحمد لله بتملي بيتك باصناف حلوة ومفيدة كمان في نفس الوقت. هنزل بقى باخر كمية ديت وهجيب اللبن بتاعي، انا فضيته في نفس البولة اللي كان فيها المكسرات وحطيت عليه سكر وبقلب بقى دلوقتي السكر عشان يدوب تماما. طبعا السكر ده على حسب تحلية كل حد. انا يا بنات بحب طعم الفانيليا في اي حاجة فيها لبن. عايزة تضيفي الفانيليا ضيفيها، مش عايزة تضيفيها ما تضيفيهاش، بس هي بجد بتدي تيست حلو قوي كده في الطعم. هدوب كل الكلام ده كويس جدا وبعد كده هنزل بقى باللبن ده على الرقاق بتاعي. بصوا يا بنات، يعني خلي عينك كده معيار، اللي هو انتي بتملي البولة لحد قبل اخرها كده بشوية عشان ما تطلعش منك معجنة ولا تطلع منك ناشفة جدا. كده حلوة جدا. وخلاص يا بنات، احنا كده يعتبر خلصنا الوصفة بتاعتنا والاكلة بتاعتنا وصنف الحلو بتاعنا. وهندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة، بتاخد منك من ربع لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك. وبعد كده بتفتحي الشواية. طبعا انتي بقى بتتحكمي في طريقة تحميرها من فوق، يعني احنا مثلا بنحب الحاجة محمرة زيادة مقرمشة كده سيكة من فوق، في ناس لا مش بتحب كده. بصوا بقى يا بنات، التركية دي بتفرق جدا معاكي في الطعم. انا كان عندي علبة قشطة في الفريزر، بدأت كده اكسر منها قطع واحطها على الوش. بصوا يا بنات، يعني بجد والله العظيم حاجة كلها كانت من البيت وما شاء الله تبارك الله. ده يا بنات اللي انا بتكلم فيه، عايزة الحاجة تبقى متحمرة كده تمام. بصوا انا بشاور لكم على الطاجن ده، بقول لكم انا ما حبيتش احمره، ده عملته الرهف. ف يا رب ان شاء الله هتعجبكم واستنوني في الفيديو الجاي.